السلام عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر ابو هاشم ودي قناه تعلم تي في. لو اول مره تشوفني فانا صاحب قناه تعلم تي في واسمي عمر ابو هاشم، طالب في كليه هندسه زراعيه جامعه الازهر وما بحبش الكليه. فحاول بقى نوصل الفيديو ده ل 500 لايك 600 لايك حاجه زي كده يعني، او 1000 لايك لو انت عايز يعني، ده كرم منك. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. فكرة الدور الضحية اللي احنا دايما بنعيش فيه ده، وان الظروف دايما وحشة، وان دايما الدنيا وحشة بالنسبة لي، واني معيش فلوس اتعلم، واني مش عارف ايه وايه وايه. ودايما لما تتكلم مع حد تقول له يا ابني انت ليه ما بتتعلمش مثلا برمجة او تتعلم لغة او تتعلم في الحاجات اللي طالعة الايام دي زي الذكاء الاصطناعي، وانك دايما تطور من حالك، وانك تقرأ، وانك تشتغل على نفسك، وانك تعمل لنفسك كير شيفت في حاجة معينة، وانك دايما تشتغل في الحاجات دي. ما عنديش وقت، مع انه اصلا الشخص ده عنده وقت يلعب بلاي ستيشن ويلعب جيمنج ويلعب ويروح وبيجي ويعمل كل حاجه. لكن دايما لما يجي في حاجه تفيده او حاجه ان هو عارف، هو من جواه الشخص ده عارف ان الحاجه دي هتفيده، يقول لك للاسف والله ما عنديش وقت اعمل الحاجات دي. بس انت هتعرف ان اهميه الحاجه دي بعد كام سنه من دلوقتي، لما تقول يا ريتني بدات زي الناس اللي بدات، وان انا ليه ما بداتش من الاول، واني لا ده انا كان الراجل اللي بيكلمني ده ويقول لي ذاكر واجتهد ومثلا اقرا كتب وانك تعمل الحاجات دي، كان عنده حق. بس انت مش هتعرف اهميه الحاجات دي دلوقتي خالص غير لما تحس ان الناس سبقتك. فهو فكره ان انت محتاج حد يديك الدفعه دي، ان هو يقول لك يلا اشتغل على نفسك اكتر، ويلا انا هساعدك. مفيش حد يقف في ظهرك، ان فكره الوقفات في الظهر دي خلاص كله بقى بيسحب نفسه دلوقتي ويقول لك نفسي نفسي. مفيش حد تفتكر ان هو يقف جنبك. ما تفتكرش فكره ولو 1% ان ممكن شخص يقف جنبك خالص. ان فكره ان انا مستني بس ابويا وامي والعيله ومش عارف مين ومين ومين ان هو يقف جنبي، فده ما تفتكرش ان حد يقف جنبك خالص. ما تفتكرش ان حد هيجي يديك فلوس ويقول لك خد الكورس ده. ما تنساش ان حد يقول لك والله انا هحطك على اول طريق نجاح وهسيبك. مفيش. ما تستناش دافع من حد. ما تستناش ان الشغف بتاعك ده حد يديك فيه دفعه، لان مفيش حد هيجي يديك الدفعه دي. انت اللي تدي الدفعه دي لنفسك. مفيش حد هيستنى يقول لك والله اللي انت بتعمله ده صح، لان مفيش حد عايزك تنجح اصلا. مفيش حد مستني منك ان انت تنجح. مفيش حد مستني ان هو يقول لك ان اللي انت بتعمله ده صح. هو بالنسبه له اللي انت بتعمله ده اسمه تفاهه. بالنسبه له ان انا مثلا بقدم كونتنت على اليوتيوب او محتوى على اليوتيوب، فيقول لي لا الحاجات اللي انت بتعملها دي عبط. ليه؟ لان هو عايز اصلا انت تبقى فاشل زيه. هو عايز الفكره هنا ان انت دايما تبقى فاشل زيه وما تحاولش. انا دايما حاول ان انت تقعد معايا كده في دايره الفشل بتاعتي، وانك دايما ما تحاولش تعمل اي حاجه، المهم ان انت ما تكونش احسن مني. ما تكونش احسن مني مثلا ان انت تيجي تقول والله اصل انا كنت احسن من الشخص ده، او الشخص ده فاشل في الحاجه دي. هو مش عايز الحته دي، هو عايزك دايما تبقى فاشل. فحاول دايما ما تستناش الدفع من حد، وابدا في ايا كان الحاجه اللي انت عايزها. ايا كان الحاجه اللي انت عايزها ابدا فيها دلوقتي. احسن وقت ان انت مثلا لما كان احمد ابو زيد يقول لك احسن وقت انت كنت تبدا فيه يوتيوب كان من 10 سنين. تاني احسن وقت انك دلوقتي. احسن وقت ان انت تبدا فيه انجليزي كان مثلا من 4 سنين. تاني احسن وقت هو دلوقتي. فما تستناش يا صديقي من حد ان هو يجي يقول لك يلا يا صديقي يلا عاش يلا اديك انا الدفعه دي، وان انا هشتغل معاك، وان انا هديك الفلوس وهدعمك وهقول لك انت جامد. مفيش. والله فكره ان حد يقف جنبك دي انا جربتها كتير وما لقيتش. والله اقرب الناس ليك ممكن تحبطك. والله احسن ناس تشتغل عليك تحبيط في الدنيا دي كلها هو اقرب الناس ليك. يعني انا مش مستني ان اللي هو الغريب اللي يحبطني، لا ده اللي قريب مني هو اللي بيحبطني. يعني عاش والله تمام. فهوب بالدنيا دي كلها بالنسبه لي خالص. انا كل ما انا شايف ان انا بعمل الصح وان حاجه ما تغضبش ربنا. وكان الدكتور وليد كان قال جمله جميله جدا، قال لك ان انا بحاول دايما ان انا ابدا في حاجه ما استناش كلام الناس. هل دي حاجه ترضي ربنا ولا لا؟ اول لما تعمل حاجه ما تستناش ان كلام الناس، اصل كلام الناس ده كده موجود. يعني كلام الناس ده كده موجود، ان دايما انت وحش وانك ما بتعملها هبل، وانك ايه الفيديوهات النت واللي انت بتعمله والهبل ده.
وايه اللي الكورسات الانجليزي اللي انت عايز تاخدها، وايه المونتاج اللي انت عايز تتعلمه. فكك يا عم الحاجات دي. يعني هو دايما عايز ايه؟ هذا ما وجدنا عليه ابانا، انك دايما تشتغل في الحاجه دي. فحاول دايما انك ما تستناش فكره ان حد يقف في ظهرك، ان دايما الحته دي مش موجوده. فحاول دايما ما تعيش دور الضحيه، وان ما فيش حد واقف في ظهري، وان ما فيش حد واقف جنبه والحاجات دي. انت اللي بتقف في انت اللي بتسند نفسك بنفسك، انت اللي بتحط طوبه في كل طوبه وفوق طوبه، انت اللي بتعمل كل حاجه لنفسك، ما تستناش حد يعمل لك حاجه. فبالله عليك ما تعيش دور الضحيه، عشان محدش هيرحمك في الزمن النيله ده. فبس كده، فما تعيش دور الضحيه يا صديقي. يلا سلام.